السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علاء الدين من الدورة التي قدمها لكم الأخ أسامة برعاية مكتبة الفوتوشوب وموقع دروس مصمم. اليوم بإذن الله وصلنا إلى الدرس الثاني من الدورة، وهو سنتطرق فيه إلى كيفية إدخال الملحقات للبرنامج والتعريف بالملحقات أيضا، ثم سنرى كيفية استعمالها بإذن الله في درس مقبل. نبدأ على بركة الله. نفتح برنامج الفوتوشوب. كما ترون هنا لقد جمعت بعض الملحقات لكي أشرح لكم بإذن الله. سنبدأ بأول ملحق وهو الأكشن. ما هي الأكشن؟ الأكشن هي مجموعة من التأثيرات المجمعة في هذا الفايل. هذا الفايل تضعه أنت في برنامج الفوتوشوب وكأنك عملت جميع التأثيرات الموضوعة أو المخزنة بالأكشن. كما ترون طريقة تركيبه كما سبق وأن تطرق لكم الأخ أسامة لقائمة الويندو، وهي الإظهار النوافذ. كما ترون هذه نافذة الأكشن. إذا لم تظهر عندكم أو إذا كنت أول مرة تستعمل برنامج الفوتوشوب لن تظهر لديك، فقط تقوم بالضغط على Alt F9 أو الذهاب إلى ويندوز ثم أكشن. كما ترى تضغط على أكشن. هذه هي نافذة الأكشن. كما ترون هنا لدي مجموعة من الأكشن. لإضافة الأكشنات جديدة نضغط على هذا الرمز الموجود بأقصى الجانب، ثم نضغط على Load Action. نذهب لمكان تواجد الأكشن. كما ترون هنا يظهر لوحده لأن هذه النافذة تقبل فقط الملفات بصيغة ATN. نضغط مرتين على الملحق. وكما ترون هنا انضاف لدينا الأكشن. نمر لملحق آخر. هنا لدينا البروش. هذا هو البروش، يستعمل في أداة الفرشاة، وهو كما ترون هذه أداة الفرشاة، وهو لإدراج أشكال وزخارف في التصميم. لما لا؟ لإضافته نقوم بالضغط على البروش، ثم نضغط على نذهب الفوق، ثم نضغط على هذا السهم الصغير، ثم علامة السيتينغز، ثم لود بروش. كما ترون الملف يظهر لوحده. تذهب لمكان تواجده وتضغط مرتين، ثم كما ترى هنا قد انضافت لدينا بعض الفرشات. لن تراها لأن لدي فرشات كثيرة. ستجدها بإذن الله في برنامجك عند إضافتها. كما ترون هنا نمر لملحق آخر. عندنا الباترن، وهي مجموعة من الزخارف أو مجموعة من الأشكال تضاف للخلفيات لإعطاء جمالية واحترافية للتصميم، وتكون بصيغة PAT. لإدخالها تقوم بالضغط على أداة الدلو، ثم هنا تذهب إلى هذه النافذة، ثم تختار باترن. هنا هذا الخيار تضغط. كما ترون هنا ظهر لكم مربع صغير به باترن، ثم نضغط على أيقونة السيتينغز، ثم نضغط على لود باترن، ثم نقوم بتحديد ملف الباترن. كما ترون هنا قد أضفتها. نمر لملحق آخر. هنا عندنا الستايل هو يستعمل للتزيين، مجموعة من الأشكال مخزنة بهذا الملف، تقوم بإدخالها الفوتوشوب وباستعمالها على تصاميمك أو أشكال كتاباتك. لإضافتها نذهب إلى هنا تجد ستايل. إن لم تجدها يمكنك تفعيلها من قائمة الويندوز بهذا الشكل. تضغط على ستايل، تعمل هنا علامة الصح. أنا ظاهرة عندي، لذا لن أقوم بهذه العملية. ثم نضغط على هذه الأيقونة، ثم نضغط على لود ستايل. كما ترون هنا ظهر لنا الملف لأن هذه النافذة تقبل فقط الستايلات بصيغة
ASL، ثم نقوم بالضغط مرتين، ثم قد نلاحظ هنا قد انضافت بعض الستايلات. باستعمالها تقوم بإدراج الشكل الذي تريد تطبيق الستايلات عليه، ثم تضغط على الستايل المراد تطبيقه وسترى النتيجة بإذن الله. على بركة الله نشرح ملحق آخر. هناك PSD، وهو ملف مفتوح جاهز مصمم من طرف أشخاص، ويكون محفظ بصيغة PSD لحفظ أعمال بصيغة PSD لحفظ أعمالك. مثلا عند الانتهاء من العمل تضغط على فايل ثم Save As، ثم تحفظ الملف بصيغة PSD. لإدخال PSD طريقة سهلة جدا، تضغط على فايل ثم Open، ثم تقوم بفتح ملف PSD الموجود عندك. كما ترون هذا قد فتح الملف PSD، هو تصميم جاهز يمكنك التعديل عليه أو لك الخيار. كما ترون نمر لملحق آخر. هناك شيب. الشيب ما هي الشيب؟ الشيب هي مجموعة من الأشكال تقوم بإدخالها لبرنامج الفوتوشوب. كما ترى هناك المربع، وهناك الدائرة، وهناك الكثير من الأشياء. ثم هنا بعض الأشكال المختلفة. نقوم بتحديد هذه النجمة. كما ترون هنا تعطيني شيب، ثم تعطيني بعض أشكال كثيرة تجدها في برنامجك بإذن الله. لإضافة أشكال جديدة تقوم بالضغط على علامة السيتينغ، ثم لود شاي، ثم تذهب إلى مكان تواجد الملف، ثم تضغط مرتين. وكما ترون قد انضاف لدي بعض الأشكال. نمر لملحق آخر. كما ترون هنا عندنا الجرادينت تولز أو التدرجات. هنا كما شرح لكم الأخ أداة التدرج. نعمل عمل جديد لكي نرى فقط، هذا كمثال. كما ترون هذه هي. نضغط على إذا كان لديك الدلو أردت إظهار الجرادينت تقوم فقط بالسحب ثم يعطيك الجرادينت. هنا هذه هي لوحة تحكم الجرادينت. كما ترون لإضافة الجرادينت تدرجات تضغط على علامة السيتينغز ثم لود جرادينت، تقوم بالذهاب إلى مكان تواجدها ثم تضغط مرتين. كما ترون هنا قد انضاف لنا بعض الجرادينت. نمر لملحق آخر. هنا كما ترون لدينا الفونت، والفونت هو الخطوط تقوم بتثبيتها أوتوماتيكيا. تضغط عليها مرتين ثم تضغط على انستال فقط، وقد قمت بتثبيت الخطوط. وستجدها هنا عند الضغط على أداة النص، ستجدها عند هنا بإذن الله. هنا أنا لدي الكثير من الخطوط، لذا لن يظهر الخط لوحده. تبقى لنا فقط ملفات الAI، وهي ملفات تستعمل كثيرا عندما تجلب بعض الشخصيات الكرتونية أو شيء من القبيل تجدها بهذا الشكل. إن لم تجدها بهذا الشكل قد تجدها صفحة بيضاء، ذلك لأنك لم تثبت بعد برنامج إليستراتور. أنا مثبت عندي كما ترون هنا، لذا يظهر بأيقونته الخاصة لفتحه كما فعلنا مع ملف PSD. تقوم بسحبه أو اضغط على Open ثم إدخاله للفوتوشوب. لم يتبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. في درس قادم إن شاء الله من الدورة التي تطوعنا أنا والأخ أسامة بطرحها برعاية موقع مكتبة الفوتوشوب الخاص بي وموقع دروس مصمم الخاص بالأخ أسامة. أشكركم على حسن المتابعة. أتمنى أن من صميم القلب أن دروسنا قد أفادتكم. لا تنسوا دعمنا ولو بقليل على مجهوداتنا، وإن شاء الله الدورة ستستمر إن شاء الله حتى الاحتراف. هذه الدورة فقط للمبتدئين، وشكرا لكم كثيرا. مع السلامة.